لأن العيش في الحقيقة هو عيش الآخرة. يوم يأتي المفرط المجرم يقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فين حياته؟ اللي هي الآخرة، في الجنة أو في النار. ما هي حياته كده، يا في الجنة يا في النار. يقول يا ليتني كيف قضى عمره هذا المسكين، يا ليتني قدمت لحياتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العيش عيش الآخرة على الحقيقة، كأنه قال لا يضركم ما فاتكم من الدنيا وأنتم في طاعة الله عز وجل. ده أول باب البخاري رحمة الله عقده. الدنيا اللي انت عايش لها ووكدك وسدمك وهجيراك على هذه الدنيا كم تساوي؟ كم تساوي؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم البحر يعني، فلينظر بما يخرج. انت عايز تغرف من البحر، فقمت عامل صباعك كده في البحر، طلع بكام جردل الصباع ده؟ طلع بكام جردل ولا كام فنطاس؟ قطرة بالنسبة للمحيط كم تساوي؟ خلي بالك الدنيا الآخرة أقل من كده، أقل من كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب بس المعنى، يقرب المعنى، ولا الدنيا لا تساوي أصلا شيئا. الدنيا أقل من القطرة دي. والحديث الثاني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما يستاهلش